أنا يوم محمد بيوم من الأيام أمي خضعت لي عملية جراحية وهي فتح القلب. لا إله إلا الله. وكنت في الرياض ما يقارب الشهر إلى 40 يوم حنا في إجراءات. الله يجمع لها. وكل مستشفى واستشاري وطبيب يقر نفس التقرير. لا. ولكن ليس لنا اعتماد ولا حيلة إلا على الله سبحانه وتعالى، ثم يشهد الله أنها الصدقة. تفاجأنا يوم محمد بعد مضي ما يقارب 10 أيام إلى 20 يوم إلى شهر أمي مرقدة. لا إله إلا الله. وجاء الطبيب وأنا على رأسها وأقر لها العملية. الله يجمع. ثم شرح لها كيف سيفتح صدرها وقلبها والمدة، وأنها 90% قد لا تنجح العملية. أنا ما راح أحكي لكم عن الشعور، والشيء هذا يمكن لأول مرة أنا أتكلم فيه عبر هذه الشاشة، لكن من معاناة سمعناها منك. والله العظيم لا نملك إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم الصدقة. من يومين إلى 3 أيام والوالدة ستخضع إلى العملية. تغيرت مجرى العملية بالكامل كليا. والله لا أشعر كيف سجدنا شكرا بأن الاستشاري يقول ماذا فعلتم؟ وش سويتوا؟ وش اللي حطيتوه؟ وش اللي سويتوه؟ قلنا والله ما لنا إلا الصدقة ثم الدعاء، وسهام الليل لا تخطئ. أبشرك يا أم محمد، رجعت أنا وأمي إلى حفر الباطن ونحن في صحة وعافية، ولنا الآن ما يقارب 2 إلى 2.5